محاربة الجريمة بشتى أنواعها وأشكالها لا سيما المتعلقة بالحفاظ على الأشخاص وممتلكاتهم. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر الحمام التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس في وقت وجيز من استرجاع قطيع من الغنم كان محل سرقة متكون من 33 رأس ذات سلالة محلية. العملية تمت بناء على معلومات مستقاة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر الحمام تفيد بتعرض أحد مواطني البلدية إلى سرقة ماشيته. بعد التأكد من المعلومات تم السرقة ومباشرة البحث والتحري مع تنشيط عنصر الاستعلام وتفعيل مخطط السدود الموجه والتنسيق مع الفرق المجاورة وكذا تمديد الاختصاص للولايات المحاذية. أسفرت العملية عن توقيف شخص بالغ من العمر 34 سنة واسترجاع قطيع من الغنم المسروق كاملا مع حجز المركبة النفعية المستعملة في عملية السرقة، حيث تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. أنا نجي دائما الصباح بكري نتفقد هنايا الحظيرة نتاعي. جيت الصباح لقيت الباب محلول، رزقي ماهوش هنايا. رحت رجال الدرك بفرقة بئر الحمام ناضوا معايا الحق ووقفوا في وقت وجيز ومدة قليلة ردوا لي المال تاعي. الحمد لله نشكر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ونشكر ناس راهم واقفين ورجال راهم واقفين ليل نهارا، والحمد لله الحمد لله من أجل المواطن والحمد لله.